محمود، قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. استاذ محمود، انا عايزك تبص في الورق ده كويس وتقول لي دي امضتك ولا لا. ايوه يا استاذ، دي امضتي ودي كمان. الورق ده يا ريس اللي مع حضراتكم نسخه منه هو قرار الموافقه بتاع لجنه المتابعه بتاع البنك على قرض السنهوري. قول لي يا استاذ محمود، انت لما بتوافق مع اللجنه على القرض ده بيكون بتاشيره من مدير البنك مش كده؟ ايوه يا فندم، برجع له بالورق وسعادته ليه القرار. وفي حاله السنهوري بقى ايه اللي حصل في قرار القرض بالظبط؟ هو سعادتك لما جالي الطلب انا عرفت انه جاي من فوق من الاداره. فوق يعني ايه؟ الدور العاشر مثلا؟ لا سعادتك، انا عدم مؤاخذه ما اقصدش كده، انا اقصد فوق يعني من عند رئيس مجلس الاداره، عشان كده احنا اعتنينا بيه شويه مش اكتر. اعتنيتوا بيه يعني ايه؟ يعني تقصد انكم دققتوا شويه في الاوراق. ايوه يا فندم، راجعنا اصول الحجج والاراضي اللي معانا بتاع الضمانات. حلو قوي. يعني انت عملت شغلك خلصته وطلعت على مدير البنك بلغته بالموافقه، مظبوط؟ لا يا فندم مش بالظبط، تقريبا. تقريبا يعني ايه؟ يا ريس الموظف المحترم دوت جات له اوراق المفروض يطلع لمديره علشان يناقشها ويتوافق عليها. هنقول بقى مجازا انه طمع في استحسان، طمع في مكافأة، وكانت النتيجة ان امضته وقعت على قرار القرض. ايه ذنب السنهوري بقى في خطأ موظف مستهتر؟ يا ريس احنا امام قضية فساد مهني. انا بحتاج يا سياده الريس. اتفضل. احنا مش قدام قضيه فساد مهني، لا، احنا قدام قضيه فساد نظام بحاله، نظام باكمله. يا ريس ارجوك، يا ريت الاستاذ طارق بقى يسيبه من الشعارات ديت ويسيبني انا كمان اشوف شغلي. يا استاذ طارق من فضلك لو عندك اعتراض محدد قوله وخليك في موضوع القضيه. بعد اذنك يا سياده الريس، بعد اذنك. الاستاذ عبد الرحيم استاذي، انا اشتغلت في مكتبه وتعلمت كتير. اتعلمت منه اني ما اسكتش على حق مظلوم ولا غلبان زي عم محمود كده. عم محمود الغلبان اللي وقع في وسط عتاوله ما يرحموش، ما عندهمش لا ضمير ولا رحمه، ما يعرفوش غير الفلوس وبس. والله انا غلطان يا استاذي. لا انا غلطان، انا علمتك الادب. من فضلك يا استاذ طارق خش في موضوع الدعوه. حاضر يا سياده الريس. سياده الريس، لو فعلا محمود هو اللي مضى على تقرير المتابعه وهو اللي سهل عمليه القرض، طيب مش عيله السنهوري دي قبل ما يسافروا مش كانوا هيبلغوه؟ مش كده برضه ولا ايه؟ وبعدين زي ما سيادتك شايف ادي الجورنال اسمه مش موجود في ولا صفحه من القضيه. اسمه ما اتقالش بس الا لما عيله السنهوري سافروا لندن اطمنوا على روحهم واطمنوا على فلوسهم اللي هي في الاصل فلوسنا. يا استاذ طارق، الراجل امضته موجوده على قرار القرض، ما حدش كان ضربه على ايده. امضته. استاذي، دي امضه قهر. عارف يعني ايه قهر؟ امر تفرضه طبائع الامور في التدرج الوظيفي. التدرج الوظيفي يا سياده الرئيس اللي احنا بصدده دلوقتي. يعني بالبلدي كده لو رئيس البنك قال للاستاذ محمود امضي على الورق ده مش هيمضي؟ معقوله مش هيمضي؟ وبعدين سؤال اخر يا سياده الرئيس، لو الموظف الحكومي اتصل بيه رئيس الحكومه وقال له في ورق جاي لك وانا عايزك تمضيه، مش هيمضيه؟ وحتى لو رئيس الحكومه قال له الورق ده فيه مصلحه البلد امضي، مش هيمضي؟ انا عايز اعرف مين فينا في البلد دي هيفكر قبل ما يمضي؟ مين يا سياده الرئيس؟ مين يا استاذي؟ ولا حد. شكرا سياده الرئيس، انا ما عنديش اي اسئله تانيه. بس عليك يا استاذ مالكش حق، مش كنت سبتنا نتصور؟ تصور ايه وزفت ايه؟ لما ناخد البراءه الاول. طب ده انت بعد الكلمتين الحلوين اللي قلتهم جوه دول هم لازم يدوا شعب مصر كله براءه. اقعدي انت منفخه فيا كده لغايه ما اتجنن. انفخ فيك ايه بس يا استاذ؟ طب والنعمه الشريف انت احسن محامي في مصر، على الاقل بتقول الحق. كويس ان لسه في حد في البلد دي بيحس. يا متر ما تخافيش يا مدمزيل، ده ابني. ونعمه الابوه. عدي عليا 7 في المكتب، عايز اشرب معاك شاي. لو بالياسمين يا استاذ يبقى بلاش احسن. يا واد ما تبقاش مدب كده، هنشرب شاي. فتله يا سيدي. فاكر العنوان ولا نسيته؟ فاكر يا استاذ. ما تتاخرش يا متر. سلام يا عموره.
هو الراجل ده بيقول امور على مين؟ هو ما بيشوفش ولا ايه؟ انت مش شايف عامل ازاي؟ ده عامل زي الجوكر. جوكر؟ جوكر ايه ده؟ لما تقوليش انك ما تعرفش الجوكر، من الجوكر اللي مطلع عين باتمان. باتمان؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ ام بي سي 2. ام بي سي ايه؟ 2. تو طب يلا يا تو، يلا يلا. جوكر. السلام عليكم. صدق الله العظيم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. شد متزول يا باشا. خير ان شاء الله. يا رب يا رب. عملت ايه في موضوع حسام المصري؟ الولد هرب من الكامب اول امبارح، والبوليس كبس ولقوا كوكايين في عشه احمد قاسم. يبقى نزل على مصر. هيروح فين يعني؟ هنجيبه. بقول لك يا عبد الرحيم، هو انا ممكن رجلي تيجي في القضية دي؟ ازاي بس يا باشا؟ اتقل. العقود كلها معانا، والورق اللي مع الولد اللي اسمه حسام دوت ما فيهوش اسمك اساسا. يبقى انا زي ما توقعت. احمد قاسم وحسام المصري كانوا بيدوروا كامب ويبيعوا فيه مخدرات من ورا ظهرنا. اسمع عبد الرحيم، انا عايزك تعثر على حسام المصري ده قبل البوليس ما يقبض عليه واسم فرح يجي في القضية. وده بقى اللي انا عايز اكلم حضرتك فيه دلوقتي. فرح بعد ما حليله دمها والكوكايين ثبت جواه بقت متهمه معاهم في القضيه. يعني ايه؟ بنتي هتتأذي بشوية عيال صيع زي دول؟ كلم وزير الداخلية، كلم رئيس الوزراء، كلم اللي تكلمه. انا بنتي ما حدش يهاون ناحيتها. اهدى بس يا محمود، مش كده. انا بعمل اللي اقدر عليه. مشكله ان احنا في مصر. احنا في مصر؟ السر فيها ما بيستخباش. ربنا يستر بقى على الجرايد والصحافه، انما من ناحيه التحقيق ما تقلقش، انا بحلها. انت بتخوفني يا عبد الرحيم بالصحافه والفضايح بتاعتها. انا ما بخوفكش، انا بحب اقول لك يعني علشان تبقى معايا في الصوره. انا هسيبك دلوقتي تستريح، مش عايزك تشغل بالك بحاجه خالص، انا بتصرف. سلام. بدات اقلق منك. ايوه يا شيرين، ده خليه حالا. اهلا 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 يا طروق، اتفضل تعالى اقعد يا حبيبي. في حاجه يا شيرين؟ ممكن ناخد انت بس. اوكي ميرسي. ايه بتشبه ولا ايه؟ لا يا استاذ، المكان زي ما هو. كل شهرين ثلاثه بنبيض وننجد، انما الحال بيبقى على ما هو عليه. تعالى تعالى استريح. ربنا يزيدك من حلاله يا استاذ. امين يا رب العالمين. انت عارف اللي بيعجبني فيك ان احنا بنفكر زي بعض. انا فهمتك في المحكمه. لا وهنروح بعيد ليه؟ ما انت دلوقتي بقى عندك سكرتيره زي اللي عندي. زي اللي عندك ايه يا استاذ؟ زي اللي عندك ايه؟ ده انا عندي هناك طلوشه، ربنا يعيني عليه. انا في مأساة يا استاذ، والله في مأساة كبيره. لا ما هو ده فرق السن والخبره بقى طروق. انت عايز كل حاجه كده مره واحده. يا مسهل. طب واللي يسهل؟ اللي سهل. يا سلام. اللي سهل يا استاذ اسمع له. انت عارف يا طارق، انا لما بقول عليك انك زي ابني ما بجاملكش. لا، انت اول يوم جيت في الكليه وانت كل يوم بتثبت لي ان نظريتي فيك صح. لا يا استاذ مش عارف اقول لك ايه، والله انا عاجز عن الكلام. مش ومهما اختلفنا او اتخانقنا ولا تشغل بالك، بس لازم تعرف حاجه يا طارق، انا ليا فضل عليك. طبعا يا استاذ، انت بتقول ايه؟ طبعا. اسمع يا طارق، من غير لف ولا دوران كده، انا عايزك ترجع المكتب تاني. مكتب ايه؟ ازاي يعني؟ زي الناس، تختار اي مكتب وتقعد عليه. ان شاء الله تقعد على مكتب. مكتب ايه اللي ارجعه يا استاذ؟ انت بتفكر بطريقه وانا بفكر بطريقه تانية يا طارق، خالص. طريقه ايه وطريقه تانية ايه وبتاع ايه والكلام الفاضي ده؟ انت فاكر يعني انك لما تحبس الناس الاغنياء دول البلد هتتعدل؟ ابدا. افهم يا طروق، الناس دول هم اللي ماشيين البلد. بلد؟ انهي بلد؟ انهي بلد يا استاذ؟ بلد ايه؟ بعدين الكلام ده انا سمعت منك كتير، وعلى حسه خرجت لك بدل الحرامي 100 من السجن. بلاش ترجعنا لورا. خلاص، سيبك بقى من الشغلانه وسيبك من الوجاهه
وخلينا في الشاي يا ابو ياسمين. ايوه هنتكلم في الشاي يا ابو ياسمين. تاخد كام يا طارق؟ تخلع من قضيه السنهوري دي خالص. مليون جنيه. مليون ايه؟ مليون جنيه. مليون جنيه يا طارق. ليه؟ ليه؟ حق محمود، حق محمود اللي ما سرقش اصلا، ودي اثبت العدل. اديله مليون جنيه، ما انت على قلبك كتير، اديله. اخلع يا طارق، اخلع منها مش هينوبك حاجه. وعلى فكره بقى، السنهوري وبنته وجوزها محدش هيمس شعر منها، ومحدش هيلبسها غير محمود بتاعك. ده غير ان انت مش هتلاقي حد يشغلك شغلانه. بقول لك ايه، لو خرجتهم برا انا اول واحد اسقف لك، وهسقف لك بالجامد قوي، بالجامد قوي. بس بالقانون، ها؟ بالقانون. باي حاجه تانية هتلاقيني وراك، اي قضيه هتنزلها هتلاقيني وراك، لغايه ما ادفع ثمن القضايا بلاش. ده اخر كلام عندك يا طارق؟ لا، في كلام تاني، بس هتسمعه في القاعه، تسمعه كويس، ها؟ في القاعه. اسمع يا طارق، خد نصيحه من واحد قد والدك. قول يا ابويا، قول قول. عايز تعلى يا طارق، اعلى بعيد عني، احسن يديني افرمك. النبي ايه؟ سلم نفسه. ايوه امبارح بالليل. الضابط شريف بيحقق معاه دلوقتي، وكلها كام ساعه يرحلوه على النيابه في البحر الاحمر. عبد الرحيم، بقول لك ايه، هو ممكن يقول علينا؟ ما يتهيأليش، حسام المصري مش حمار وانت عارفه كويس. ودي فيها حمار وبغل يا عبد الرحيم، ما اكيد هيدعبسوا وراه، هيقر ويقول. من معرفتي بحسام مش ممكن يبيعنا الا لو في ثمن. يا ابن اللئيم يا حسام، حبس نفسه عند المباحث عشان يساومني، خايف لأذيه. عايز الموضوع يفضل في الدرع. وكل حال دي كلها افتراضات. هو لغايه دلوقتي ما نطقش. بقول لك ايه، انا عايزك تقف معاه، تقف جنبه باي طريقه، سافر معاه النيابه، قول له ان انا بعتك معاه، انا هوقفك معاه في القضيه. بس بقى عايزك تقول له ان لو جاب سيره فرح باي كلمه في موضوع المخدرات مش هرحمه، لا هو ولا اللي يتشدد له مهما كان. اهدى يا محمود، الله، مش عايزين يا راجل نقول كلام نندم عليه في الاخر ويودينا في داهيه. هو في مصايب انيل من اللي احنا فيها؟ الضابط اللي اسمه شريف ده عمال عرفني انا وفرح، سالني عن حسام، قلت له معرفوش. لو حسام بقى نطق باسمي هقول له ايه؟ يا راجل انت راجل نفوخك ما هوش دفتر، قابلته ونسيته يا سيدي، ما حصلش حاجه يعني. ولو على الارض حسام ما معهوش اي ورق يثبت اننا وراه. اهدى. طب انت تفتكر ان حسام واحمد قاسم طابخين حاجه من ورانا؟ هيبان. الو، اول صباح الخير يا باشا. والله العظيم انا اسف على صحيانك بدري ده، على عيني والله، بس حبيت اطمنك. ايوه محمود الطرابيلي كان عندي دلوقتي وخلصت معاك كل حاجه. لا وفي خبر كويس كمان، الواد حسام سلم نفسه. محمود الطرابيلي كان عندي. انا طبعا قلقان. لا هيموت. لا انا مسافر دلوقتي البحر الاحمر على النيابه. اوكي، اول ما اوصل هطمنك. مع السلامه. مع السلامه.
اتفضل استريح. قول لي يا استاذ حسام، جبت فلوس الارض منين؟ سعادتك انا كنت شريك مع خالد نشأت نصر الدين وكريم جورج اسحاق واحمد صلاح قاسم في كذا مشروع. منهم قهوه في المهندسين. بعد كده بعنا القهوه وخدت نصيبي. واشتريتوا الارض من مين؟ الأستاذ حسام جالي المكتب بفكرة المشروع، وأنا يا فندم اللي عملت دراسة جدوى وقدمتها للوزارة على أساس نختار المكان المناسب للمشروع. يا سياده المستشار، الارض دي لا هي ملك الحكومه ولا الوزاره. الارض دي انا معايا عقد بيعها وحق انتفاعها للسيد محمود حسن الطرابيلي. اتفضل. واظن حضرتك عارف كويس قوي مين هو محمود الطرابيلي. إحنا أخدنا الأرض من السيد محمود على أساس نعمل فيها المشروع. إيه المانع في كده؟ مفيش ما يمنع، غير انه الانسه فرح محمود الطرابيلي كانت راكبه ورا الاستاذ احمد قاسم، وبموجب الكشف عن صحتها وتحليل دمها ثبت انه يحتوي على نسبه من مخدر الكوكايين اللي متهم فيه الاستاذ احمد قاسم بالاتجار. ده ملوش علاقة بالأرض أظن. لغايه دلوقتي ملوش، انما الصدفه تستدعي التفكير فيها. ولا ايه يا استاذ حسام؟ يخلى سبيل المتهم بضمان محل اقامته. العنوان اللي على البطاقه ده في اسكندريه. امال انت قاعد عند مين في مصر يا حسام؟ انا قاعد عند ام سعادتك هناء عبد الفتاح السيد 7 شارع النخيل في العجوزه. بضمان محل الاقامه المذكور. اتفضل يا استاذ حسام. شكرا يا باشا. لا مؤاخذة يعني انا كان عندي استفسار صغير. انا ينفع ارجع الكامب؟ الكامب مقفول ومتشمع، عاوز منه ايه؟ لا ابدا، بس له وحشني مش اكتر. بس انا فضلت سنين سعادتك ادور على مكان يلمني انا وامي واصحابي ويبقى بيتي. والكامب ده دلوقتي بيتي يا فندم. عشان كده عمري ما افكر اسيبه بالسهل ابدا. مش وقته يا أستاذ حسام الكلام ده، مش وقته. مع الاسف يا استاذ حسام، الظاهر ان احمد قاسم والاصحاب اللي انت بتتكلم عنهم ما طلعوش اصحاب زي ما انت فاكر. ايه رايك بقى؟ اديني جبتك الكامب. كتر خيرك يا استاذ. طول عمرك جمايلك مغرقانا. مالك؟ سرحان في ايه؟ الكامب. النيابه عرفت دلوقتي ان الارض باسم محمود طرابيلي. انا هعمل ايه؟ طب وإيه؟ ما النيابة لازم تعرف. وبعدين أنت مش في بينك وبين محمود الطرابيلي عقد؟ عقد؟ جرى يا استاذ، ما انت عارف اللي فيها وعارف ان العقد ده ملوش اي 30 لازمه. حسام افهم، محمود بيه دلوقتي ما يهموش لا عقد ولا ارض ولا اي حاجه. كل اللي يهمه إن فرح بنته ما تجيش رجلها في القضية. طب اقول لك يا استاذ، دلوقتي انا لازم اقابل محمود الطرابيلي. قبله؟ ليه؟ لازم اقابله، في حاجات بيني وبينه لازم تخلص. ما تقول لي عليه. ما ينفعش يا استاذ، دي اسرار بيني وبينه انا هو بس. بس دخلتك عليه دلوقتي مش في مصلحة فرح. سعادتك دلوقتي على ذمة قضية ومش عايزين البت تتلط. انا عارف كل اللي انت بتقوله ده، كل محاضراتك في دماغي لسه ما نسيتهاش، بس انت لازم تساعدني عشان انت الوحيد اللي تقدر تساعدني. ماشي يا حسام، أنا هتصرف في الموضوع دوت، بس عايزك دلوقتي تقفل بقك خالص لغاية ما النائب العام ياخد قرار في موضوع القضية، وبعدين نبقى نتصرف. حاضر حاضر، انا هقفل بقي وهعمل كل اللي انت عايزه، بس اتصرف لان انت تعرف تتصرف. حاضر يا حسام، ما هتصرف، أنا هعمل واجب. أنا والله مش فاهم خالد نشأت نصر الدين يعمل معاك شركة إزاي؟ ده غير إزاي دخلت في موضوع القهوة ده من أصله؟ خالد ملوش علاقه بالموضوع، والفكره اصلا فكره قاسم وبس. أحمد قاسم؟ ايوه احمد قاسم. احنا دخلنا كذا مشروع قبل كده وفشلنا، ولما فتحنا القهوه ربنا كرمنا. طب والفلوس؟ ما دفعناش ولا مليم. ازاي يا حسام؟ يلا نلعب مره تانية. يلا. ايه ده؟ ده تلاقيهم النسوان. خد يا كيمو، راح فين؟ انا اللي هفتح الوداد. الوداد بقت صاحبتك خلاص، افتح يا عم. غرجتك البلا. بقول لك ايه خلوه، عايزك في مصلحه كده. يا عم انت مش قلت هتفتح الوداد؟ وداد حضرتك. معلش، ما هو طارق نفسه يفتح الوداد. افتح انت الوداد. ايوه صح، انا حاجز اول واحد، انا قايل لك حاجز اول واحد. تراشي انت في اي مصلحه.
عايزك في مشروع. ما تيجي نفتح قهوه؟ قهوه؟ على اساس ايه؟ على اساس ايه؟ على اساس ان احنا قاعدين كلنا كده زي خيبتها، لا بنروح ولا بنيجي، وكل واحد بيحاول يقلب رزقه في حته ومش لاقي، نلاقي سوا. ها يا عم طارق. ايه ده يا عم الحاج؟ ها المكواجي هو في كده؟ وانت يا عم بتفكر في ايه؟ هو كده. خالد نشأت اول من بدع البدع في مصر هيعمل قهوه بلدي بس للناس الحلوه. انت عارف دي هتشتغل ازاي؟ هتشتغل ولا الشبكه اللي بتجمعنا كلنا. انا عجباني فكره ان احنا نعمل مشروع. اتفضل، اهو كريم سخن اهو كمان. يسخن مع نفسه يا عم، لو معاه فلوس يتكلم براحته. فلوس ايه يا ابو فلوس؟ ده انا غرقك فلوس. بقول لك ايه، مشروع انا وانت مع بعض اوكي، لكن ده يخش معانا انا مش عايزه. استنى بس، مين قال فلوس بس؟ يا عم انا مش عايز خلاص، تعالى نعمل قهوه ولا شاي يا عم ولا يلا يا عم انا قاعد هتطول. يا جدع مين قال لك ان انت هتدفع فلوس ولا هو يدفع فلوس؟ احنا نعمل الليله دي كلها كده من اولها لاخرها بفلوس ناس تانية ما نعرفش اساميهم اساسا. ازاي؟ قلت لي ازاي؟ انت مش عندك حفله محمد علي الشهر اللي جاي؟ عندي. حلو قوي. الحفله دي هتبقى اورينتال شعبي مصري اصلي اللي تسميه. المهم الجو بتاعها هيبقى كالتالي: المزيكا كلها شعبي، ازاي الرسمي للحفله الجلابيه، بوفاتك، شيشتك، كركديهك، حمص شامك، كله على الجو ده. حلو اللي بيتقال ده. قشطه. ولو حصل هتعمل ايه يعني؟ اقول لك برضو هعمل ايه. في وسط الدوشه دي كلها هتعمل لي لمبه صغيره بس شيك، هتكتب عليها قهوه مصر. لما الناس تسالك هتقول لهم القهوه دي بتاعتي، وهتفتح وهي الراعي الرسمي للحفله. لما الاسم يبيع ويبدا يسمع والناس تاخد وتدي في الكلام، هتلاقي كل الناس اللي بتتعامل معاك من اول الكولا لحد المناديل بيسالوك من اين لك هذه القهوه. هتنطط لهم على الترابيزه وتشعبط لهم على الحيطان وتتشقلب على الارض وتعمل الشويتين بتوعك وتقول لهم ده مشروع السنين، وان انت يا دوب عرفت تخش بنسبه صغيره. مش بس كده، هتروح لهم برسومات هيعملها لنا الاخ كريم، شويه ديزاينات على ديكورات على شويه صور من على النت، وهتقول لهم الحقوا حطوا فلوسكم في المشروع التاريخي ده قبل ما الفرصه تفوت. لما يدونا الموافقه هندفع الايجار ونبتدي المشروع. يا ابن الياسين، طول علينا الصبر. ده انت شيخ منصر يا جدع. صحيح. شفت الموضوع سهل ازاي؟ شك الدبوس. حلو. ياه، الواد احمد قاسم ده طلع عفريت. اسره. يعني القهوه بتاعت العجوزه كانت بتاعتكم انتوا الخمسه. في الاول كنا كلنا فيها. طارق كان عمل لنا عقد شراكه، وخالد الجانب بعد كده كان عايز يكبر المشروع، عايز يفتح فرع في مارينا وفرع في سقاره وفرع في كل حته. وبعدين بعدين حظنا كان زي الزفت. البيع عمل حادثه موت ناس واتعمل له قضيه كبيره وهرب. طب والقهوه اتفضت علينا واتباعت. ازاي يا حسام؟ لان البيه كان كاتب نصيبه باسم مراته ليلى، وبعديها بعت على طول برخص التراب، مع ان القهوه في الوقت ده كانت تجيب فلوس كتير قوي. خدت انا نصيبي، واحمد قاسم ادى الفلوس لابوه عشان القضيه اللي خسرها. طبعا انت عارف خسرها ازاي. اظني واضح دلوقتي مين قص المصايب، مين اللي هد بيد احمد قاسم، مين اللي باع الطارق عشان يساومها لغايه ما باعوا اللي وراهم اللي قدامهم وخسروا كل اللي حواليهم. واللي يضحكك بقى ان انا واقف بتكلم معاك عادي، مع ان الصح هو مكسر دماغك. ايه يا حسام؟ انت عايز تفهمني انك ملاك؟ لا يا استاذ العفو، انا مش ملاك، بس شيطاني عنده ضمير. ضمير؟ ده يبقى شيطان اهبل باين عليه. يعني احمد قاسم كان ماشي مع فرح علشان يرد لابوها اللي انا عملته فيه، مش كده؟ والله انا ما قلتش كده. هو في معنى تاني غير كده يا حسام؟ ولا انت رايك ايه؟ والله رايي ان احمد قاسم دخل الموضوع ده من اساسه عشان يعوض الفلوس اللي ابوه خسرها ويرجع البيت اللي اتخرب. وبعد حفله راس السنه بكام شهر نزل مصر عشان يجيب ابوه يتفرج على الكاميرا، وبعديها رجع متغير قوي. طيب بتهبب ايه لوحدك؟ على رايك احنا بنهبب ايه؟ ايه اللي جابنا هنا اساسا؟ اكل العيش. اكل عيش يا اكس، نسيت ولا ايه؟ تعرف يا حسن، انا حاسس ان الدنيا خلاص بتخلص. معلش، يعني ايه بتخلص؟ تخلص تروح فين؟ مش عارف، بس كفايه عليها قوي كده. ابويا بعد كل اللي عملته علشانه عشان يرجع البيت قال عليا مجنون. انا مجنون.
7 سنين وانا برحت في الصخر، بشق في سكه لوحدي عكس كل الناس، ببيع في روحي عشان البيت يفضل مفتوح واخويا يكمل تعليمه، وفي الاخر اطلع مجنون. انا احمد قاسم المجنون. انا مجنون يا حس، انا مجنون. بص لي يا ابني انا مجنون. اهدى اهدى. في ايه؟ مالك؟ الناس كلها بتحبك. انا مفيش حد بيحبني. ما تقولش الناس كلها بتحبك. انا محدش بيحبني، كله بيدور على مصلحته. من هنا ورايح انا بحب نفسي وبس. انا مجنون وبحب نفسي وبس. والله يا ريس. ما اقولكش ايه اللي حصل بينه وبينه. لا ما قالش، بس هو كان غريب، شويه يظهر وشويه يختفي. بعدها بصراحه ما اتكلمتش معاه كتير. احسن برضه، انا مش عايزك تتكلم زي ما احنا اتفقنا. الحمد لله بالسلامه. ايه اوديك فين؟ عند هناء؟ ها؟ على عجوزه يا ابني علشان نوصل حسام بيه. وسط البلد يا ابني. رايح فين؟ ما تشغلش دماغك يا ريس. انت بتشوف طارق؟ لا ما بشوفوش، ما اعرفش حاجه عنه خالص. هو وحشك ولا ايه؟ لا ابدا، اصل سمعت انه راح معاك الاسم. وايه المشكله يعني؟ صاحبي وصاحب احمد قاسم، طبيعي ان هو يبقى موجود معاك. ما راحش معاك النيابه ليه؟ يجي معايا النيابه وانت شغال محاسب يا ريس. انا عارف ان انا معاك. اه يا ريس عارف. ريح دماغك شويه، ولا انت خايف منه؟ تخاف من مين يالا؟ انت هبل؟ اه خاني. دي مصيبة يا عبد الرحيم، مصيبة. ازاي تسيبه ويقول الكلام ده قدام النيابة؟ هو انا لحقت يا محمود يا اخويا؟ وكيل النيابه اللي طلع له الورق على طول. وبعدين انا مش عايزك تقلق، اقعد بس. لا مش قاعد. اقعد بس يا محمود، اهدى، انا هطمنك. اقعد. العقود كلها سوري، لو زنقت معانا ممكن نقول امضه مزوره، وحسام بقى يروح ورا الشمس. الفكرة من الأساس يا عبد الرحيم إن محدش يعرف، مش إننا لسه هندور من الأول. اهي جت كده بقى، نصيبنا. نصيبنا؟ لا يا عبد الرحيم لا، ده مش نصيبنا، ده حد قصدنا. تقصد مين؟ أنا فاهم وأنت فاهم. الأرض بتاعت البحر الأحمر مش هاين عليه يشوفها في جيوبنا. عرف إن الولاد بتدور مخدرات، بلغ عنهم وكشفهم. لو اتكشفوا هنروح احنا في الرجلين. والله الكلام ده لو كان صحيح مش هيبان دلوقتي. بقول لك ايه، الواد حسام عايز يقابلك. عايز يقابلني؟ عايز يقابلني بأي عين إن شاء الله، ده أنا لو شفته هقتله. الله، اهدى يا محمود، مش كده. مش يمكن عايز يقابلك في حاجة مهمة؟ حاجة مهمة يا عبد الرحيم، حاجة مهمة. ده عايز يبتزني. أنا متأكد إن الولد ده هو اللي ورا الموضوع ده كله، هو اللي بلغ عن صاحبه وكشفه. يا راجل، معقول هيدخل نفسه في قضيه زي دي؟ ما هو عارف انه طالع واحنا لازم هنخرجه من النيابه. اسمع يا عبد الرحيم، الولد ده لازم نخلص منه. النيابه عايزه تسمع شهادتك. إيه؟ ما تقلقش قوي كده، قدامنا وقت. المجلس لسه هيدرس الطلب، بس انا بقول لك من اولها يا محمود، دي ما فيهاش حصانه. عارف يا عبد الرحيم، انا عرفت حسام الزفت ده عايز يقابلني ليه. الولد اللي في بطن فرح مش ابن احمد قاسم. احنا لازم نخلص من الولد ده النهارده قبل بكره. انا مش هيبقى لي عيل من حسام الزفت ده ابدا. مش بدري يا محمود على قرار زي ده؟
يا عبد الرحيم انا اللي بقول لك نفذ اللي بقول لك عليه. انت حر. ها خير يا قمر؟ الحمد لله المرحلة الأولى عدت بنجاح. لسه بس شوية هناخد شوية وقت لحد ما المخ يشتغل بشكل طبيعي. أنا المشكلة عندي إن الجنين في وضعه ده مأثر على ضغط الدم. اسمع يا قمر، اللي هقوله لك ده انا متحمل مسؤولية القرار ده. لو حياة فرح قصاد حياة الجنين، حياة فرح أهم. يا أخي أنت صاحبي، المفروض تحس بالزفت اللي أنا فيه. حاضر بس من فضلك ما تسرعش في قرارك، ممكن تندم بعد كده. وبعدين يا أخي لو فرح واعي اللي بيحصل، ما جايز كانت اختارت الطفل. اسمع يا قمر، أبو الطفل نصاب وحرامي، ما تحملنيش أكتر من كده يا أنور. أوعدك يا محمود، لو كان الاختيار بين حياة الطفل وحياة فرح، طبيعي إن أنا أختار حياة فرح. بعد إذنكم. يا أنا أنت يا حسن الكلب. انا مش فاهم انت قلقان ليه يا محمود؟ اهدى شويه، مش كده. الله يا راجل، ما تعملش في نفسك كده يحصل لك حاجه. لا هقابلك هناك، هقابلك في النيابه. انا في الطريق دلوقتي يا سيدي، هقابلك قبل ما ندخل وكله هيبقى تمام، ما تخافش. اهدى بس انت. ماشي، يلا سلام. سلام حبيبي، مع السلامه. على مهلك يا ابني، ما تموتناش. الارض دي سعادتك بعتها لاحمد قاسم وحسام المصري. امتى يا محمود بيه؟ أنا ما عنديش فكرة عن موضوع البيع ده خالص. ازاي؟ العقود اهي قدامي كلها. أنهي عقود؟ مش دي نمضي حضرتك على عقود بيع الارض لاحمد قاسم وحسام المصري؟ دي مش امضتي. أنا يستحيل أبيع الأرض دي لأي حد لسبب بسيط جدا، لأنها مش ملكي، مش باسمي. الأرض دي باسم فرح بنتي. تقصد حضرتك إن العقود دي مزورة؟ طبعا مزورة. هو معقول أبيع حتة أرض تمنها أكتر من 5 مليون جنيه لشوية عيال عايزين يدفعوا فيها 200 ولا 300 ألف اللي مكتوبين في الورق ده؟ محمود بيه، حضرتك عارف إن فرح متهمة أولى في قضية المخدرات. أيوة على حد علمي. فرح كانت راكبة ورا أحمد قاسم ساعة الحادثة. حضرتك اشتريت الأرض دي من وزارة الإسكان، مظبوط؟ أيوة، أنا كنت قدمت لوزارة الإسكان عشان كانت عرضها في مزاد، عشان كان في قضية قديمة كان حصل فيها رشوة. القضية القديمة دي سعادتك تبقى بتاعة المهندس صلاح قاسم، والد أحمد قاسم اللي فرح بنت سعادتك كانت راكبة وراه. أنا معرفش علاقة فرح بأحمد قاسم، ولا أعرف إن والده طرف في موضوع قضية الأرض. اللي أعرفه قلته، الشباب دول مزورين. بس كده. قلبي كان حاسس إنها مش هتتنيل تتهد. اتفضل يا سيدي، وصلت للعرفي، متجوزة الواد عرفي. الورقة دي جات لك ازاي؟ الحيوان اللي اسمه حسام بعتها لي هنا امبارح بالليل، وطبعا قافل تليفونه ومستني تخرجه من النيابة وهيقعد لنا بقى. ولا يقعد لنا ولا حاجة. النائب العام هيبص في الورق بعد بكرة، ولو اتحولت لقضية الواد ده مش هنشوفه تاني خالص. طب وفرح؟ فرح نعملها شهادة علاج ونسفرها. مش عايزك تقلق نفسك بيها خالص.
تصدق هو ده السبب اللي كان عايز يقابلني علشانه، عايز يساومني، خايف لا اقتله بجبان. جايز. انا هحتفظ بالصورة ديت، عايز اعرف مين حررها. الله، الشهادة دي معمولة من 3 شهور، معنى كده ان اللي لبطناها ده يبقى ابن حسام. وبعدين يا عبد الرحيم، الولد ده عايز اخلص منه، يطلع ورايا. انا قلت لك من الاول كلمه وشوف عايز منك ايه. لما يظهر يبقى نشوف. سوري يا فندم، خير يا شيخ، في حاجة؟ في واحد عايز يقابل حضرتك بره، بيقول ان هو جاي من طرف الورق العرفي. طب خليه يدخل. اوكي. مساء الفل يا باشا. مش عايز حد يدخل علينا. اوكي. انا مش منبه عليك ما تجيش هنا. كان لازم اطمن الا ما انا وصلت بنفسي. هي دي بس اللي لقيتها معاك؟ يا باشا، الورق العرفي. هتستعوط هنا؟ الاصل فين؟ في الحفظ والصون، وبإذن واحد قاعد هسلمه لك اول ما اقبض تمن راس حسام. لا ناصح، انت فاكر ان انا ما اعرفش اقلبك واطلعها؟ لا قول لي يا مودي، انت عايز يالا تلعب على محمود الطرابيلي؟ انت عبيط يالا ولا بتستهبل؟ الله لا عبيط ولا بستهبل، المسألة مسألة بيزنس يا باشا. بيزنس؟ وايه اللي بزنسه بقى ده هيتعصرك يا جوز النسوان؟ مقبولة منك، ركز معايا يا باشا. حسام المصري عليه قضية تودي ورا الشمس، وفرح هانم المدام سيرتها اتلطت في الحادثة ورا أحمد قاسم على الموتوسيكل. يعني يا عيني الغلبانة ممكن وهي على السرير في المستشفى تلبس اسود ومن الغالي كمان، ونقعد انا وانت نتفرج على محمود بيه وهو لايص مش عارف يطلعها بره. لا ده انت مذاكر كمان. تلميذك يا باشا. اسمع يالا، انا زي ما طلعتك قبل كده من قواضي كتيره اعرف البسك غيرها يا اخويا، بس انت عجباني دخلتك، واد برم كده وصايع مش فارقه معاك العلقه اللي خدتها من ابن مراتك. ولا هو في حد تاني علم عليه غير حسام؟ عايز كام؟ كلك نظر يا باشا. راس فرح هانم الغالية يا بنت الغالي تسوى كام عندك؟ انا عشان انت حبيبي بس مش هدوخك. انا عايز مليون. مليون؟ مليون يا مود، مليون يا حبيبي، هو كله ماسك في المليون ولا ايه؟ بقول لك ايه، سيبك من موضوع الفلوس دلوقتي وقول لي حسام فين؟ عندي في المخزن في سقارة. حلو قوي، انا عايزه يفضل في المخزن شويه، وموضوع الفلوس ده بقى انا اللي هديهم لك، مالكش دعوه بمحمود. ولو زرجنت بقى على المليون، عندي في درج مكتبي كل ورقك وملفاتك، اطلعهم لك يا حبيبي ورقه ورقه، وتلاقي نفسك بلبوس قدام العالم كله. انت فاهم؟ الورقه تكون على مكتبي بكره الصبح، ومالكش دعوه لا بمحمود ولا ببنته. فهمني مش كده؟ فاهم يا باشا، بس هفهم اكتر وقت الفلوس. خد الباب وراك يا أمور. الأمور هياخد الباب وراه. سلام يا باشا. الواد ده عبيط ولا بيستهبل ولا ايه؟ والله الواحد ما فاهم حاجة. اتفضل يا باشا. حلو قوي قوي قوي. وأخبار حسام ايه؟ للأسف فك امبارح. فك يعني ايه؟ راح فين وازاي؟ هرب
اوعى يكون عارف مين اللي بعتك ورايا يا فالح. يعرف منين بس يا باشا؟ وحتى لو عرف انا كده كده ناوي افك واسيب البلد دي. لا مؤاخذه بعد ما اخد الفلوس هطلع على تايلاند. تايلاند؟ راح تعمل ايه في تايلاند؟ تفسح امه المره دي؟ لا امه ايه؟ كفايه عليها قوي كده. انا خليتها تكتب لي الشقه باسمي. انت عيل زباله. تلميذك يا باشا، ما احنا لازم نمشي الامور. بس خد بالك لو عارف مش هيرحمك. لو خد، ده حقك في كل اللي انت عملته. بس ده شكله مش اللي احنا اتفقنا عليه. انت فاكرني اهبل يالا؟ هديك مليون جنيه في حته ورقه؟ اتجننت؟ الله الله الله. خد الفلوس واتكل على الله، احمد ربنا، بدل والله اجيبك من قفاك حتى لو كنت في سنغافوره. يلا يا ابني اتكل على الله. ما دام فيها قفاك يبقى ماشي يا باشا. بس بقول لك ايه؟ افتكرها. حاضر يا اخويا هفتكرها. يبقى خد الباب وراك. سلام يا باشا. سلام يا حبيبي. يا شيري. عندي موعد النهارده. لا اجليه، عندي مشوار مهم. مين اللي اتصل؟ ايه؟ اتصل امتى ده؟ طب بقول لك ايه، مش عايزك تفتحي بقك بكلمه واحده، انت فاهمه؟ يلا اقفلي، سلام. النكد اللي على الصبح ده. صباح الخير، زي المزاج. اتفضل اقعد يا عبد الرحيم. خير. انت تعرف واحد اسمه محمد رجب وبيقولوا له مودي؟ ده عمه عبد الفتاح رجب بتاع الاسمنت. واد صايع وبتاع مشاكل، كل شهرين ثلاثه يجي بجنحه. عمه وعيلته كلها مش طايقينه. وخليته يخطف حسام، مش كده؟ ليه عملت كده يا عبد الرحيم؟ ما انت ما رضيتش تقابله من الاول يا محمود، وبعدين خفت لا يكون معاه حاجه ويهددنا بيها. بعدين انت مش من الاول عايز تخلص منه، زعلان ليه بقى؟ زعلان؟ زعلان انت عشان هتوديني في داهيه وهتودي فرح في داهيه. اللي اسمه مودي ده سرق العقد العرفي وبيهددني بيه يا عبد الرحيم. بتضحك على ايه؟ عقد؟ ايه ده؟ زعلان على العقد يا محمود؟ ولا تزعل نفسك. هقول لك العقد بتاعك اهو. مودي ده صرصاره في عصو برجلي، وفرح بنتي يا محمود، مش ممكن اعمل حاجه تاذيها ابدا. ما قلتليش من الاول ليه يا عبد الرحيم؟ ما قلتليش من الاول ليه؟ يعني انت كنت في ايه ولا في ايه؟ بس انا مش عارف انت عرفت الكلام ده ازاي؟ حسام جاني امبارح هنا بالليل. ما تتكلم يا ابني، مين سمح لك بالدخول؟ انا مش فاهم. اهدى يا محمود بيه، اهدى. ما انت لو سمعتني وعرفت انا جاي ليه مش تعمل كل ده. اسمعني. اتفضل اتفضل اتفضل. كده برضه يا باشا، هي دي اخرتها؟ عايز تموتني؟ تموت جوز بنتك وتخلي الكلب اللي اسمه مودي ده يخطفني عنده في الاسطبل. مودي مين يا ابني؟ انت شكلك ما تعرفش. يبقى القناوي اكيد هو اللي يعرف. ما مودي خد العقد بتاعنا وفرح واداه للقناوي. بقول لك ايه، ما تلعبش عليا، انا بقول لك اهو. العقد اللي بعت لي صورته لو ما طلعتش بالاصل بتاعه انا فعلا هدفنك بالحياه. يا باشا الاصل بتاعه مع مودي لما خد مني الاصل اداه للقناوي وقال ان هو هيساومك عليه، لو انت ما دفعتش القناوي هو اللي هيدفع. عارف كل ده ليه يا باشا؟ عشان انت ما رضيتش تقابلني من الاول، مع اني كنت هقول لك والله. انا كنت ناوي اقول لك ان هو فرح متجوزين. نيلته امتى؟ يعني من كام شهر كده. طيب عايز ايه يا حسام؟ طلباتك ايه؟ والله يا باشا انا ماليش طلبات، انا تمام ومرضي قوي. بتهيألي انت بقى يعني طالما عرفت حاجتك فين ومع مين تتصرف وتجيبها. المهم ان فرح ما يحصلهاش حاجه بسببي. ما يحصلهاش حاجه؟ امال اللي حصل لها ده ايه؟ انت ما شفتهاش؟ يا باشا انا مالي، هي كانت راكبه ورا احمد قاسم، خدها من ورايا عشان ينزلها على مصر.
والمخدرات اللي في دمها هو اللي اداها لها برضه؟ امال انت اتجوزتها ليه؟ عشان احمد قاسم برضه؟ باشا انا ما اعرفش حاجه عن موضوع المخدرات، لا مخدرات احمد قاسم ولا المخدرات بتاعت فرح. امال مين اللي يعرف؟ القناوي ولا موجي برضه؟ والله يا باشا انا مش عارف، بس انا حقي هجيبه يعني هجيبه. انا مش ممكن اسيب فرح مراتي وابني، ابني اللي انا لسه ما شفتوش. انت عرفت. عارف يا حسام يا مصري، لو طلعت بتكذب عليا انت هتتمنى لو كنت موتك من الاول. بلاش شغل ال3 ورقات ده معايا. قول لي من الاخر انت عايز ايه؟ اوعى تفهمني انك خايف على فرح. انا عايز الكامب يا باشا. ايه رايك؟ رأيي إن هو ده هبل وصايع، بس سيبك منه، خليه يدور، يمكن يلاقي حاجة تنفعنا، وفي النهاية هو كده كده لابسها. انت كنت تعرف ان موجي جوز امه؟ طبعا. وانه بتاع مخدرات وكان مصاحب احمد قاسم لحد قبل ما يموت؟ لا دي بقى ما اعرفهاش. ايوه، انت في حاجات كتير ما تعرفهاش، وعشان كده لازم ادور على حد تاني غيرك. انت هتغرقني مش هتطلعني من البحر. يعني ايه يا محمود؟ يعني ايه حد غيري؟ يهون عليك العشرة برضو اللي بينا؟ وبعدين انا بعمل كل ده ليه؟ مش عارف، انت اللي هتعرف. ولا اقول لك كله هيبان، كله هيبان. فضلك ثانية واحدة، ثانية واحدة. يا عروسه في ايه؟ ما تخافيش، انا جاي عايز الاستاذ في كلمتين، ده الاستاذ حبيبي من زمان، ما تقول لها حاجه. خلاص يا شيري روح انت. ايه يا حسام؟ هو في كلام بيني وبينك بالطريقة دي؟ اه يا باشا في بعد ما خطفتني. خطفتك؟ مش مكسوف والنبي؟ انت فاكر يا حسام ان انا هبيع محمود الطرابيلي علشان واحد زيك؟ اتجننت انت ولا ايه؟ انت عارف مين محمود الطرابيلي ده؟ بالنسبه لمحمود الطرابيلي اعرفه كويس قوي. وبعدين انت خبيت عليا انك متجوز فرح عرفي يا رامي. عشان عارف ان انت كنت هتعمل حاجات كتير قوي بالورقه دي. لا يا حبيبي، انت عملت كده عشان عارف ان محمود هيقف قدامك في القضيه بتاعت الارض ويثبت ان الورق مزور، وتلاقي نفسك قاعد قدام قضيه تزوير. والله انا عملت كده عشان فرح. نيجي بقى للموضوع المهم، فرح الطرابيلي. شوف يا حسام، انا هصدقك وقول انك كنت بتحبها وانك اتجوزتها عرفي علشان عارف ومتاكد ان ابوها مش هيوافق بالجوازه ديت. بس انا هسالك سؤال، لو كان الارض مش بتاعتها كنت برضو اتجوزتها؟ شوف بقى انك طلعت مش الملاك الطاهر. والله انا عملت كده كمان عشان اوقف احمد قاسم. ايه موضوع احمد قاسم ده راخر؟ انا اقول لك ايه موضوع احمد قاسم. احمد قاسم كان عايز يرجع فرح لابوها ويفضحه في كل حته يقول عليه حرامي. يرضيك يقول كده على حمايه برضه؟ لا ما يرضينيش، وعشان كده اتخانقت معاه مش كده؟ لا، اتخانقت معاه على موضوع الكوكايين. مودي واحمد قاسم، الكوكايين بتاعكم. بتاع مين يالا؟ فوق اصحى شوف انت بتكلم مين. الظاهر انت ما تعرفش حاجه. حسام ما تستعبطش. استعبط ليه؟ انا اروح بقى لمحمود الطرابيلي واقول له على كل حاجه، واقول له انتوا طبخنا كلكم مع بعض. لا، يظهر ان مودي ضربك على دماغك وواضح انك اتجننت. لا، مودي ضربني على دماغي فوقني. عايز فلوس؟ عايز ارض؟ قول لي انت عايز ايه علشان اعرف انا بكلم مين وليه، بدل ما انت عمال تقول كده كلام ملوش لازمه. عايز الكامب يا باشا، عايز الكامب. طب ازاي؟
الكامب باسم فرح. وفرح مراتي. ابوها قطع الورقه قدامي. فرح بقى استناها لما تفوق وحليني على ما تفتكرك. ده إذا افتكرتك من اصله بمخها اللي عمالين يقصوا ويلزقوا فيه. شفت بقى انك قدام طريق مسدود، بس انا برضه ممكن اطلعك منه. اصل انا بحبك يا حسين. وانا يا اخي مش عايز منك حاجه، وبرضه اروح لمحمود طرابيلي وهقول له على كل حاجه. شوف يا حسين، انت لو خرجت من هنا انا بقى اكد لك انك مش شطول حاجه، لا مني ولا من محمود الطرابيلي. خلاص بقى، نصيبي كده سيبها على الله. طالما مش طول منك حاجه ولا من محمود الطرابيلي، يبقى اتفق معاه هو احسن، هو اضمن. صح، هو اضمن. يلا بالتوفيق يا حبيبي. حبيبي يا استاذ، على اذنك. مع السلامه. خد الباب في ايدك والنبي يا حسين. لا طبعا الكلام ده ما حصلش. انور سمعهم في المجلس. اسمعهم زي ما هو عايز، وياما بيتكلموا في المجلس، ما كل كام سنه يطلعوا لنا في مواضيع شكل. لا، المرة دي مختلفة. أنا جاه اسمي مع الولاد في الجرايد، وأنت فاهم طبعا كل واحد هيطلع لنا بطلعة شكل، وأنا مش حمل بعد العمر ده كله أضحي بشقاية في أرض شرم الشيخ. أنا اللي بنيت الأرض دي، وكل الناس عارفة مين اللي اداهالي. يا محمود، ما أنا بقول لك من الأول الراجل الكبير مش ممكن يبيعك، ده كل يوم والتاني عندك يا راجل. يا عبد الرحيم، أنا حاسس إن في مؤامرة بتحصل، بس أنا لسه مش فاهمها. تقصد مين؟ نشأة نصر والشلة الزبالة بتاعته الحرامية ولاد الكلب. بس ما تفضلش تخبط فيه، احنا مش ناقصينه ده راخر. أنا مش فاهم الراجل ده إيه؟ كل ما يفتح بقه يهلب قد كده. أرض 6 أكتوبر وأرض الوادي الجديد، وعمال يعلي في سعر الأرض حوالين منه. هو في إيه؟ أنا هنزل لهم المجلس بكرة. اهدى يا محمود، اهدى، وعايزين نتكلم كلام مفهوم. الله، أولا تخبيطك في نشأة مش هيجيب نتيجة، ومش هيجيب غير وجع الدماغ. ثانيا انت هيلا في المجلس بس، انما هو في المجلس وعنده اجتماعات وتشريفات، وانت عارف بقى الزن على الودان امر من السحر، بيتكلم كتير. انت عايز نصيحتي؟ تطلع الراجل الكبير على طول، ولو ما جابش نتيجة بقى يبقى عليا وعلى اعدائي. أنا مش عارف ألاقيها منين ولا منين. يوه، في ايه تاني؟ في شوية عيال بلطجية نزلوا عندي في أرض المنصورية. ايوه، كانوا بيضربوا نار وعاملين مشاكل. بقول لك إيه، أنت فاكر العيال البلطجية اللي كانوا بينزلوا الانتخابات في دوائر اللبش؟ ايوه، دول تبع الواد بحبوح. ايوه بحبوح. سكتهم منين دول؟ ما تشغلش بالك، انا هتصرف واجيبهم لك. بس انا مش عايز انجر في كلام فارغ مع شويه بلطجيه. بقول لك ايه، كلمني الواد الصايع اللي اسمه مودي ده، مش كان عايز يسرقني لهبل؟ انا بقى هعلمه البيزنس الصح. لا، سيبك منه. الواد ده صايع بتاع مشاكل. ايه ده؟ عرفنا، انا هتصرف لك من ناحيه تانيه. انت خايف يا عبد الرحيم؟ تصدق اول مره اشوفك بالشكل ده؟ انا مش خايف يا محمود، ولو هخاف عليك. السلام عليك يا عبد الرحيم. قافل الموبايل، تلاقيه سكران ولا مرمي في اي حته. خلاص، مادام كده انا هستنى منك تليفون تقول لي هيعمل ايه. انت ماشي، ما تستنى نشرب حاجه ولا اقول لك نروح نتعشى مع بعض؟ لا والله لا مش النهارده. انا عايز انام مستريح في البيت عشان الجلسه بتاعت بكره. ايوه، شد حيلك. سلام. ان شاء الله ربنا يوفقك. باي باي. يلا مع السلامه حبيبي، مع السلامه. ايه يا جابر، مالك؟ شكلك مش عاجبني. ليلى ابتدت تعرف الحقيقة. وايه يعني؟ ما هي لازم تعرف الحقيقة. بس مش كده، أنا حاسس إن أنا خنت البنت اللي أبوها استأمني عليها. ايه يا جابر، انت هتعيط لي ولا ايه؟ اذا كان اخوها عايز يبيع
وبعدين مين قال لك يا اخي انها هتطلع من المولد بلا حمص؟ دي هتاخد حقها تالت ومتلت. عيلة الجمل دول ناس 100 يعني هيعرفوا يدوروا شغلها صح. طب اشمعنى هي؟ ما في مليون حد غيرها. ومين قال لك ان المليون حد غيرها دول مش معاهم يا فالح؟ بس ده حقها يا عبد الرحيم بيه. هتاخده يا حبيبي، حقها هتاخده، بس احنا كمان بقى لازم ناخد حقنا. الدنيا بتتطور. وبعدين اللي مش قد الشيله يجيب حد يشيل معاه. طب والعمل؟ مفيش عمل، هتبيع. انت بس تكلم شوقي بيه وتقول له الموضوع خلص وهو هتصرف. امر الله. سلام يا زهر. سلام. سلام يا عبد الرحيم بيه. مع السلامه. شد حيلك كده ها. ايه العالم الخارعه دي؟ ازيك يا محمود؟ الحمد لله. طمني، فرح عامله ايه دلوقتي؟ بيقولوا حالتها مستقرة ومستنيينها تفوق. ايه ده؟ مالك؟ وشك مخطوف كده ليه؟ محمد رجب مودي اللي كنت بتسألني عنه لقوه مقتول امبارح بالليل. مقتول؟ ومسكوا اللي قتله؟ لا ابدا، بس قالوا حالتهم صعبة قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعال نقول اتفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا سمعت إنك حضرت الجلسة. أيوة حضرت، ورديت على نشأت بكل صراحة. كان لازم حد يرد عليه بصراحة. كلمت الراجل الكبير زي ما اتفقنا. أيوة قابلته، بس قال لي حاجة مش فاهمها. قال لي قابل نشأت واخش معاه في الشركة. نشأت نصر الدين شكله داخل معاهم بالجامد قوي. والله دي مشكلتهم هم، مش مشكلتي أنا لا يمكن أوافق على الكلام ده. يعني ايه؟ هتقول لا؟ انت عارف هم ممكن يعملوا فيك ايه يا محمود؟ خد بالك، ممكن يمسكوك بقى من ايدك اللي بتوجعك ومن اين لك هذا وبتاع والكلام الفاضي ده. يعملوا اللي هم عايزينه. أنا كل ما بشوف فرح قدامي وهي في الحالة دي بقولها أنا بقالي إيه أعيش علشانه؟ مفيش يا عبد الرحيم، مفيش حاجة. شوف يا محمود، أنا عايزك تتأكد إن أنا مش ممكن أسيبك بأي حال من الأحوال. بس عايز أديك نصيحة، عشان ترد لازم تجهز الرد، لأنهم بيجهزوا رد الرد. يا عبد الرحيم، اللي هم عايزينه هيعملوه. أنا مستني بس اللعبة دي هتوصل لفين، وأنا مستني للآخر. استنى يا محمود يا أخوي، استنى. هذا وبعد الاعتراف المسجل أمامكم يا سيادة الرئيس، والثقة الكاملة في عدالة المحكمة كما وقعت علينا بهذا الاعتراف عدالة السماء، فإني ألتمس من هيئة المحكمة أن تعيد النظر في الاتهام الموجه لموكلي. شكرا يا ريس. يا محمود، التوقيع اللي في الورق ده توقيعك؟ ايوه يا سياده الرئيس. والكلام ده ما قلتوش قبل كده ليه؟ اشمعنى جاي تقوله دلوقتي؟ عشان ضميري فاق يا سياده الرئيس، ما كنتش قادر انام وانا عندي احساس اني بتهم ناس بالظلم. طب اتفضل يا محمود. يا سيادة المستشار، إذا ثبت إن المتهم اتعرض إلى أي ضغط أو إكراه، أنت عارف الإجراء بيكون إيه؟ ضغط إيه يا ريس؟ ما هو قدامك وقدامنا كلنا أهو، وإذا كان عند حضرتك حاجة اسأله. عايز تقول حاجة يا أستاذ محمود؟ كله إلا الظلم يا سيادة الريس. لا يا سياده الرئيس، انا لا تعرضت لضغط ولا اضطهاد ولا اي حاجه، والكلام اللي بقوله لسيادتك ده حقيقي ودي اوالي. يا أستاذ طارق، تحب تعقب بأي كلام في الموقف ده؟ بعد اذنك يا سياده الرئيس، بعد اذنك.
انا موافق على كلام الاستاذ محمود. الاستاذ محمود مش قادر ينام ولا يرتاح. طب وهينام ويرتاح ازاي؟ هو في باله هم بيته وهم عياله وفلوس المواصلات واجره الدرس وتمن رغيف العيش. ينام ازاي يا سياده الريس؟ هو في جيبه 1000 ايد، ايد بتسرق وايد بتنهب وايد عايزه مصلحه وايد بتخطف، وفي وسط الايادي دي يا سياده الريس مفيش ايد بتطبطب ولا ايد بتريح. ينام ازاي يا سياده الريس؟ هو مش قادر يبص في وش عياله ولا عياله قادره تبص في وشه. يا سياده الريس، لو الاستاذ محمود سرق فعلا تبقى الفلوس فين؟ الفلوس فين يا عم محمود؟ انا اقول لكم الفلوس فين؟ الفلوس تحت المخده، تحت المراتب، مخدات ومراتب الصنهور يا سياده الريس. اللي حشوها فلوس من شقانا ومن تعبنا. يا سياده الرئيس بعد اذنك، يا ريت الاستاذ طارق يقول كلام له علاقه بالقضيه. انا فايت محكمه يا استاذ طارق، مش في الشارع اللي بتقف تجعجع فيه وفاكر انك هتتحايل على القانون بوقفتك دي. استاذ طارق بعد اذنك، لو عندك كلام يفيد في موضوع القضيه قوله، انما يا السلام عليكم. اهلا يا محبوب. طلع دي بقى يا باشا لو اتكشفت هيروح فيها رقبة مين؟ خايف ولا ايه يا محبوب؟ مش مسألة خوف يا باشا ولا حاجة، بس سيادتك خليك مكاني يعني. يا ده كوركا جايبني على ما انا وشي ليه في يا ايه؟ ريس العنف ده انا مش قدك. لمؤاخذه يا ريس، انت من ساعه ما كلفتني بالمأموريه دي وانا شايف عربيات خارجه وعربيات فخمه يا لحظ في ايه؟ لمؤاخذه احنا معاهم ناس كمان ايه؟ يافت قوي يا باشا. خلاص اتخرس. غلطان انا يا ريس، غلطان انا يا ريس، غلطان انا يا ريس. بس أنا صايد راس تقيلة. عشان صحابنا يتعلم لما يجيله المرسال ما يتكلمش كتير. مش بس المرسال يا عبد الرحيم، انما لما يحب يسأل ما يسألش ورا اللي لحم كتافه من خيرهم. ما هو اتجنن اللي بيسأل على الباشا. مش بس الباشا يا عبد الرحيم، شريف بيه الجوهري بيدور ورا عيلة الجمل. محبوح، خد الواد ده دخله الاسطبل، مش عايز حد يعطر في مكانه. خلي بالك رجالتك مفيش واحد منهم يفتح بقه، فاهم؟ حاضر يا ريس، فاهم. يلا يا ابني نزل الواد ده. يا نهار اسود، ده ابن الظابط شريف. الظابط شريف؟ طب واحنا ايه موقفنا في حاجه زي دي؟ لا طالما الدنيا كده بقى يبقى خطف بخطف. تعالى ده كوركا. أمور الولد بس كده كله تمام. انزل شوف في ايه وأمن نفسك. ايه يا اسطى؟ واقف في قلب الطريق كده ليه؟ لا مؤاخذه، شكلها كده البطاريه وقعت ونامت. بقول لك ايه، اقف مكانك وما تزعلنيش منك. ايه يا ابني ما تخلص عشان نشوف اكل عيشنا. في ايه؟ اخلص. ايه يا اسطى في ايه؟ يبقى سلمنا على امك يا محبوح. شيله مالك يا ورك. شيل مين؟ اشيل الناس دي كلها؟ اخلص يلا، ده بني ادم جنبه. وانا اللي كهربته. اخلص يا يا استاذ طارق، يا استاذ طارق، المباحث كده خدت داليا وانا قلت مش هقدر اعمل اي حاجه لغايه ما حضرتك تيجي. انت بتقول ايه؟ الله الله الله، ايه اللي حصل يا متر؟ ايه اللي بهدل المكتب كده؟ ايه؟ مش عارف؟ معقولة مش عارف؟ ده انت خدام الباشا. بيعجبني ادائك يا طارق. تلميذي حبيبي. انت عارف لو بعد كل ده ما كنتش وصلت لحاجه انا اللي كنت زعلت منك. بس لعلمك بقى
الفكرة لا فيا ولا في الباشا. أنا بشتغل اللي عايزني أشتغل وأنت عارف. الفكرة إنه واضح إن الصوت العالي عجبك وبقيت عايز تعمل وقفة ورا التانية وتلم الشارع حواليك. طب وبعدين؟ آخرتها إيه يا ترى؟ اخرتها هتشوف بعينك يا استاذ. هنروح بعيد ليه؟ كلها يوم ولا اتنين وهتخلص. هتخلص على دماغك يا ولد. مظاهرة إيه اللي عايز تعملها على الفيسبوك دي؟ عايز تلم الناس اللي عايشين ومتهنيين وميت فل وعشرة وتدخلهم معاك على الفيسبوك؟ أنت اتجننت. ناس ايه؟ ناس ايه اللي عايشين ومتهنيين؟ الناس دول لولا انكم منيمينهم ومخدرينهم كان زمانهم دلوقتي اول ناس ينزلوا الشارع. الله الله الله، اعقل يا طارق. مخدرين ايه وبتاع ايه؟ انت عايز تلبسنا تهمه ولا ايه؟ لا اطمن يا استاذ، انت كده كده لابس. والفيسبوك اللي مش عاجبك ده عليه فيديو، والفيديو ده فيه اعتراف بحبوح عليك وعلى شوقي حسين. محبوب مين يا انا واعتراف ايه؟ اعقل. ايه يا استاذ؟ انت مش كنت هناك؟ هم بيخطفوا ابن الضابط شريف؟ مش كنت هناك عشان تطمن الباشا وابوه؟ ايه؟ شفت بقى؟ شفت الفيسبوك ده بيعمل شغل ازاي؟ طيب خلاص يا طروق، ما دام بتحب قوي لعبه القط والفار يبقى ما فيش قدامي غير سكرتيرتك الاموره مادموزيل داليا، ولا هي مدام؟ بقول لك ايه؟ ما تجيبش اسمها على لسانك. تبقى مدام. وديتها فين؟ انت وديتها فين يا طارق؟ فوق. مش انا يا حبيبي. حبايبك اللي ما بيحبوش الصوت العالي، حبايبك اللي لميتك قبل كده من ملفاتهم. اصحى. مع ذلك يا طارق باجي اقف قدامك وما بقدرش يا طروق، بتصعب عليا والله. انت تلميذي حبيبي، وانا برضو ما يخلصنيش زعلك. اقول لك انا هطلعها لك يا طارق، اوعدك النهارده تكون نايمه في بيتها، بس على شرط. من الاخر عايز ايه؟ ايوه اسمعني كويس بقى وفتح دماغك. عايزك تشيل كل اللي على النت، كل حاجه، لا فيسبوك ولا فيديو احمد قاسم ولا بحبوح ولا الكلام الفاضي بتاعك دوت، وتلغي الزيطه اللي انت عايز تعملها دي. ياه، دول قلقانين بقى، قلقانين على الاخر. وانا اقول ساكتين ليه؟ عنجهيه منهم. ايه يا استاذ؟ هم خايفين ولا ايه؟ خايفين بجد؟ خليهم يخافوا. الحكومه ما بتخافش يا طارق، الحكومه بتخوف بس. اصحى. الناس ماليه الشوارع ومحوطين المبنى يا فندم. كلم الامن، شوف طريق نخرج بيها من هنا. عمر معاليك. هدي نفسك يا فندم، دي كلها جعجعه على الفاضي. جعجعه؟ دول اتلموا يا ناوي، اتلموا، مش هتنفض غير القوه. وايه الجديد بس يا فندم؟ ما القوه دايما هي اللي بتفض. وبعدين احنا معانا الكارت التاني. مش دلوقتي، لما يجي التليفون الاول وبعد كده ناخد قرار في الموضوع ده. مش فاهم والله سعادتك هم مستنيين ايه؟ بلطجيه البلد كلها بتاعتنا ونفتح عليهم المساجين ودول على دول ينزلوا الشوارع. اللي شايفهم حضرتك دلوقتي هيبقوا زي الكتاكيت ويجروا ونقول لهم في الاخر بيتك بيتك. ونحتاس احنا بعد كده عشان نلمهم. يا فندم مش احسن ما نحتاس في لم كل الملايين دي؟ الو. ايوه يا فندم. كمان قد ايه؟ انا بقول يا فندم استنى شويه على القرار زي ده. انا اسف يا فندم. تحت امرك. خير معاليك، في اخبار من فوق؟ ما عليك ايه بقى؟ ما خلاص الحكومه كلها هتنحل. ايه؟ الحكومه كلها؟ ايوه، عشان كده هنتباهى، عايزين يحطونا في وش المدفع والناس. كده الوضع في منتهى الخطوره. لازم حضرتك تعمل اتصالاتك علشان على الاقل تلحق تتصرف.
كده ممكن يبقى فيه تحقيق ونيابه. نيابه؟ احنا هنروح نيابه يا ابراهيم، هنروح كلنا. انا مش هسكت ومحدش هيسكت. يا فندم انا ما اقصدش، انا اقصد ان ده ممكن يحصل. شفت احمد قاسم؟ مش قلت لك ما بيموتش يا ابن اللذين، مش عاوز يموت. انت بتعمل ايه هنا؟ بنفكر يا باشا، بنشوف هنعمل ايه. تشوف ايه؟ انت تلم بعضك دلوقتي انت ورجالتك، تنزل تصوت وتصرخ وتقول تعيش الحكومه. لو في مليون واحد في الشارع لسه في 80 في بيوتهم. يلا تحت امرك يا باشا. بعد اذن عليك انزل اصوت واصرخ، بس الحل التاني معانا يا فندم. حل الوزارات كلها وهمشي الحكومه. حلو قوي. ليه مش شنطتك يا بابا؟ احنا لازم نمشي من هنا. نمشي نروح فين؟ لازم نشوفات لحد ما ودنا. خلاص انا ظبطت كل حاجه. اول ما الدنيا تلاقي الشوارع هتولع وكل الورق هيتحرق بما فيهم مكتبك هنا اهو والحزب. ايه؟ انت جننت؟ زي ما جالك تليفون برضه في تليفون جالي، بس من دفعتي اللي من سني. كده مش ناقص الا فرح الطرابيلي. لازم تسكت خالص، هي والعيل اللي في بطنها. انا هتحرك. روح على فين؟ هستخبى شويه لغايه ما يجي معايا طيارتي. انا مش طالع من القاهره، بس حضرتك هتطلع من هنا. اشوف وشك بخير يا بابا.